سلام. اليوم راح نعمل مع بعضنا مملحة. اليوم راح نعمل مع بعضنا بالمية سالي. نبداو هنايا بسم الله نشوفوا الوصفة تاعنا. هنايا عندي هنايا في مقلة حطيت شوية زيت زيتونة، زدت لها هنايا تقريبا مغرف صغيرة تاع قهوة توم يكون مرعبي كما قاعدين تشوفوا. نخليه يدفع شوية بالطريقة هذه، ونزيد هنايا كمية من السبانخ ولا من السلك. نحط غير كمية قليلة كما قاعدين تشوفوا، الكمية هنايا واضحة، ونحطوا غير الأوراق ما نحطوش السيقان، ونخليها هنايا طيب. ونزيد هنايا شوية فلفل كحل، نزيد هنايا شوية ملح كمية قليلة ما نكتروش الملح، ونبقى هنايا نخليه على نار ناقصة، وساعة ساعة يعني نغطيه، وساعة ساعة نزيد نعاود نشوفه باه يدبال ويوصل للقوام هذا ويطيب. نحطه هنايا نطفي عليه النار ونحطه في صحن، ونروح للمرحلة هذه. كما قاعدين نشوفوا عندي مغرفة كبيرة زبدة، حطيتها في كسرونة على نار ناقصة. هنا الفكرة واضحة. ونزيد هنايا مغرفة كبيرة فرينة. في المرحلة هذه كلي راح نعمل يعني صوص بشاميل، بصح الصوص بشاميل راح تكون ثقيلة. نخلط هنايا المكونات مليح مع بعضهم حتى ان الخليط يوصل اللون هذا يولي كلي رايح على بياض. نزيد هنايا كاس حليب، نخلي احنا هنا يعني حتى يتقال الخليط تاعي كما قاعدين نشوفوا، يعني يبدا يتقال. نزيد هنايا جبن مثلثات، يعني وحده، ولا اللي ما عندوش جبن مثلثات يقدر يعمل مغرف كبيره تاع جبن يكون اطري. ونبقى هنايا نحرك ونخلط حتى الخليط تاعي يوصل للقوام هذا ويدوب تاني الجبن، ونطفي على النار. نزيد هنايا الثوم، ونكمل نخلط. نزيد هنايا شوية فلفل كحل، نزيد هنايا كمية قليلة تاع ملح، ونحاول هنايا اني بعد ما داب الجبن تاعي نحط هنايا في حاجة ولا في إناء، ونزيد عليه هنايا السبانخ اللي طيبتهم ولا السلك اللي طيبته. ونزيد هنايا عندي تاني علبة تاع طون ولا تونة، يكون طون تاع زيت بعد ما صفيت منه الزيت كامل. أنا نفضل أنه يكون الطون تاع الزيت. ونخلط المكونات مليح مع بعضهم. بالطريقة هذه. في المرحلة هذه بعد ما خلطت المكونات مليح مع بعضهم نغطي ببلاستيك غذائي في الكونتاكت قد قد كما قاعدين تشوفوا، ما تجيناش هذيك القشرة من الفوق. ونحطهم في الثلاجة يبردوا، لازم يكونوا باردين تماما قبل ما نوصل للمرحلة هذه. عندي هنايا العجينة المورقة، أنا متعودة نعملها وعملتها معاكم، نعملها بدون زبدة التوريق. ديت نصف الكمية، أنا هذه عملتها برطل فرينة، يعني 500 جرام فرينة. قسمت الكمية على زوز كما قاعدين تشوفوا، ونبدأ نحاول أني نحل العجينة بالطريقة هذه. تقدروا تستعملوا العجينة المورقة الجاهزة، أما أنا كما قاعدين تشوفوا استعملت العجينة المورقة اللي متعودة نخدم بها، وديما نحطها في المجمد ونبقى يعني من نحتاجها نقدر نستعملها. نحلها بالطريقة هذه على شكل مستطيل، ونستعين بالفرينة. نحاول هنا أني نسقد العجينة تاعي مليح بالشكل هذا.
بالطريقة هذه. والباقي تاع العجينة نحطه فوق بعضها ونزيد نعاود نستعمله بالطريقة هذه باه نقدر نستعمله ويبقى لي التوريق مليح. يعني هذه في أي عجينة مورقة تستعملوها. الحواف تقدروا تستعملوهم بالطريقة هذه، بتعودوا تستعملوهم ويبقى التوريق مليح. بالطريقة هذه ونلمها ونزيد نعاود نستعملها. في المرحلة هذه بعد ما سقت العجينة تاعي على شكل مستطيل، وهنايا نكيلها ونشوف الوسط قد وين راح يكون باه نقدر اني نشكل لي بالمية تاعي. هذا هو السمك تاعها تقريبا 4 مليمتر. ونبدا هنايا نحط الخليط اللي عملناه لأول مرة ونحاول اني نوزعه بشكل متساوي. هنا الفكرة واضحة. نزيد هنايا جبن ولا فرماج مرحي ولا مرابي، نحطه هنا. نحاول اني نوزعه بشكل متساوي كيف. هنا الفكرة واضحة. ونبدأ هنايا نحاول اني نشكل البالمية تاعي بالطريقة هذه. هنا الفكرة واضحة. أنا قلت لكم لازم نعرفوا الوسط تاع العجينة وين راح يكون. أنا كيما قاعدين نشوفوا هنايا مقمرت الوسط وين يجي قد ومكيلة العرض تاع ولا الطول تاع العجينة تاعي. نشكلها بالطريقة هذه ونحاول اني نسقدها باه نحطها في المجمد. لازم المرحلة هذه مهمة ياسر باه في التقطيع تجينا تقطيع يجينا سهل. انا حطيتها يعني تقريبا ربع ساعة وخرجتها يعني باه نكمل الوصفة. انتم تقدروا تخليوها حتى نص ساعة او يعني باه تساعدكم اكتر في التقطيع، يعني ما تخافوش منها. هنايا قطعت يعني تقريبا 2 سنتيمتر ما بين يعني كل كعبة العرض تاعها 2 سنتيمتر كما قاعدين نشوفوا. وما بين تقطيع وتقطيع لازم نمسح السكين تاعي ولا الموس تاعي. بالطريقة هذه. أنا الفكرة واضحة. ولازم السكين تاعكم يكون ماضي، يعني ما يكونش يباه يساعدكم في الخدمة ولا في التقطيع. كما قلت لكم ما بين تقطيع وتقطيع تمسحوا السكين تاعكم ولا الموس تاعكم. ونكون مجهزة الصينية وحاطة فيها ورق الطهي ونحطهم فيها مباشرة. وما بين يعني كعبة وكعبة لازم يكون نبعدهم مع بعضهم باه ما يكونوش يعني كي يعراضوا ولا كي يكبروا ما يلصقوش بعضها. أنا هنا بدلت حطيت في كل صينية 6 حبات، ما يعني نقصت. شعلت الفرن على 200 درجة يبداو يتنفخوا ومن بعد تنقصوا ل 160 درجة حتى 140 درجة حسب نوعية الفرن تاعكم. كما قاعدين تشوفوا جوني ما شاء الله. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة، ونقول لكم سلام الى وصفات اخرى ان شاء الله.